أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرتنا وتتابعنا في عناوينها. الدبلوماسية المغربية تبصم على مواقف عقلانية في الأزمات العالمية خلال 2023. هل يقبل المغرب بالحل الإسباني لإنهاء عزلة إقليم الكناري؟ هل تتودد الجزائر للمغرب لإعادة العلاقات بين البلدين؟ ونبدأ نشرتنا كان لافت سنة 2023 الحضور الوازن للمملكة المغربية في مختلف الأزمات العالمية من خلال مواقف عقلانية تراعي بالأساس الوضع الإنساني الدولي ولا تخرج عن مبدأ الحياد. في المنطقة العربية واصل المغرب هذه السنة إبداء سياسة اليد الممدودة في مختلف الأزمات وتوفير مختلف الإمكانيات من أجل احتضان الحوار بين الفرقاء، إسهاما منه في تجنيب المنطقة ويلات الحرب. عبد اللطيف مستكفي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني، يرى أن مواقف المغرب تجاه القضايا والأزمات العالمية التي تتسم جلها بالصراعات وعدم الاستقرار ما زالت وفية للعهد التاريخي، حيث تكون الرباط فاعلا وازنا. وأورد مستكفي أن المغرب تميز مجددا بتقديم آليات الوساطة والحوار، وأيضا جهود المساعي الحميدة من خلال المشاركة القوية في عمليات حفظ السلام وتقديم المساعدات للدول خلال الكوارث الإنسانية والطبيعية. ولفت أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني إلى أن المغرب هذه السنة كان حاضرا وبقوة في القضية الفلسطينية، سواء من خلال مواقفه أو على المستوى الميداني عبر تقديم المساعدات. وشدد المتحدث ذاته على أن المغرب نجح في التدخل لحل أزمات بإفريقيا عبر بوابة الاستثمار الاقتصادي، متجاوزا بذلك المقاربة الأمنية والعسكرية. كما أبرز مستكفي أن المغرب ساهم هذه السنة أيضا في تقوية نموذجه الديني من أجل تعزيز التسامح والوسطية والاعتدال في ربوع العالم. من جانبه سجل لحسن أقرطيط، خبير في العلاقات الدولية، أن المغرب انطلاقا من التجربة التي راكمها في الوساطة وتقريب وجهات النظر في النزاعات عزز من حضوره في الملفات الدولية، وأكبر دليل هو الأزمة الليبية. وأضاف أقرطيط لهيسيبريس أن المغرب نجح هذه السنة في زيادة نسبة تقارب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، وذلك وفق القانون الدولي بعيدا عن أي أجندات سياسية تذكر، خلافا للعديد من القوى العالمية. وبين المتحدث ذاته أن المغرب كان حاضرا بقوة في مسألة الدبلوماسية الأمنية، حيث حظي بشرف تنظيم لقاء انتربول سنة 2025، الأمر الذي يوضح مدى أهمية المملكة على المستوى العالمي. ومضى شارحا على مستوى الأمم المتحدة كان المغرب حاضرا بقوة هذه السنة من خلال احتضان لقاءات أممية مهمة أو إبداء مواقف شجاعة وحكيمة داخل القبة الأممية. وخلص الخبير في العلاقات الدولية إلى أن المغرب كان بشكل عام حاضرا في كل القضايا الشائكة حول العالم، ما يؤشر على تحوله إلى أحد اللاعبين الدوليين المهمين في السياق العالمي الحديث. وفي موضوع آخر، تدفع السلطات الإسبانية بقوة في اتجاه إقناع المغرب بإعادة إفتاح الخط البحري الرابط بين طرفي وفويرتيفنتورا لإنهاء عزلة الإقليم الإسباني المستمرة منذ 2008، تاريخ توقف الخط الوحيد الذي يربطها بالأراضي المغربية بحرا. وعقد رئيس حكومة إقليم الكناري فرناندو كلابيخو اجتماعا مع القنصل المغربية بلاس بالماس في تيحة القموري، وناقش فيه أهمية الخط البحري ومساهمته في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين الكناري والمغرب، معبرا عن ثقته في أنه سيعود للعمل سنة 2024 بعد توقفه لما يناهز 16 سنة. وشدد المسؤول الإسباني المنتمي لتحالف الكناري القومي على النتائج الجيدة التي حققها هذا الخط خلال فترة اشتغاله ما بين 2007 و 2008، وذلك وفق ما نقلته عنه إذاعة كادينا كوبي. كما أكد لممثلة المغرب الدبلوماسية بذل كل ما في وسعه من أجل إعادة تشغيل الخط في أقرب وقت ممكن. وفي يونيو الماضي
انتقل وفد رسمي يمثل إقليم الكناري، إلى جانب ممثلين عن رجال الأعمال، إلى المغرب من أجل العمل على الوصول إلى اتفاق مع الرباط لإعادة تشغيل الخط البحري المباشر الوحيد الذي يربط الأرخبيل الإسباني بالقارة الإفريقية، وذلك بعد 15 عاما من توقفه، وهي الخطوة التي عمل عليها ميغيل أنخيل توريس، رئيس الإقليم السابق، والوزير في حكومة بيدرو سانشيز الحالية، منذ زيارته للمغرب منتصف شهر مارس الماضي. وفي موضوع آخر، تودد أحمد عطاف وزير الخارجية الجزائري إلى للمغرب لإعادة العلاقات بين البلدين، والتي تعرف جمودا منذ أن قررت الجزائر قطع علاقاتها مع الرباط. وفي هذا الصدد، يرى الخبير في العلاقات الدولية هشام معتضد أن شبه التغيير الدبلوماسي في خطاب وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يترجم الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها النظام الجزائري من أجل تغيير بوصلته السياسية وضبط اندفاعاته غير المحسوبة استراتيجيا، والتي قد تؤدي المنطقة إلى انفلات أمني وعسكري غير مسبوق. وأكد معتضد في تصريح خص به الأيام 24 أن الزيارات الأخيرة للمسؤولين الأمريكيين في المنطقة للجزائر والتحذيرات الأوروبية الجادة والحازمة للنظام العسكري الجزائري بالإضافة إلى شبه العزلة العربية للرئاسة الجزائرية، كلها عوامل ضمن أخرى هي بصدد دفع القيادة العسكرية الجزائرية وجهاز تنفيذها في الرئاسة إلى الصراع مع الزمن من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل الانهيار الكلي والكامل لشيء اسمه النظام الجزائري. وتابع قائلا: أظن أن المجتمع الدولي كان صريحا في الآونة الأخيرة تجاه المؤسسات الجزائرية والديناميكية الدولية، وخاصة التطورات الجيوسياسية، لن تتحمل مزيدا من تهورات النظام الجزائري، وخاصة بهلوانياته السياسية. لذلك تلقى تحذيرات متعددة وطلب بإبدائه الاستقامة المطلوبة، وإلا سيتحمل تداعيات صبيانيات سلوكاته الغير محسوبة. وسجل المتحدث ذاته أنتلين عطاف لخطابه قد يعتبر تكتيك دبلوماسي جديد من طرف النظام الجزائري من أجل امتصاص غضب واشنطن والعواصم الأوروبية والعربية، ولكن الواقعية السياسية التي تلاحق عسكر الجزائر لن تترك لها خيار آخر غير الالتزام بالمسؤولية السياسية تجاه التاريخ والجغرافية أو مواجهة مصير تفكيكه، لأن المنطقة المغاربية وشمال إفريقيا والساحل والصحراء غير مستعدة لاحتضان فكر عسكري همه الوحيد هو التدبير السياسي وخلق بؤر توثر عسكرية وسياسية من أجل تغذية روح صراعه الفكري غير السوي سياسيا. وأكد معتضد أن النظام الجزائري والمسؤولين في الجزائر مطالبين بالإسراع المسؤول والجدي في الحد من إشعال المنطقة والتراجع عن أوهامهم وتخيلاتهم وصوراتهم التي تسعى لخلق تاريخ جديد في المنطقة، لأن المنتظم الدولي أصبح أكثر صراحة اتجاههم وحزما من أجل سلوك سياسي أكثر انضباطا بعيدا عن الطفولية السياسية أو مراهقة السلطة وبهلوانية التحركات الميدانية.